اليوم عندنا شولدر داي. اوه غادي تكون فيديو واعره. عرفتي يلاه تفقدنا بدا واحد النعسه واعره. اوف حلمت مني وليت ديفيد ليد. المهم ما علينا الدراري، واتساب يوتيوب في هذا النهار غادي نمشيو نترينو الشولدرز، نترينو الكتيف ديالنا، نطلعو الفورمه ديالنا. غادي تشوفوا الفيديو شنو كنتريني شنو مكنترينيش. غادي نحاول ما اكثر في هذا الفيديو، غادي نهضر بزاف باش تستافدوا. غادي نوريكم اش كنتريني وشنو ما كنترينيش وكيفاش طلع الفورمه. اول حاجه خصني نفطر حيتاش ظلام الحال، وكنت صبنت حويجات ديالي الكسوه ديالي هنايا. عرفتي شحال صبنت؟ كاع الفوطات الهوديات كلشي كان عندي موسخ. حيت واحد الغلطه كنديرها خايبه. شنو هي؟ انا دابا كنقرا وكنخدم وكنتريني وكنمشي نزيد السوايع في الخدمه، ما كيكونش عندي الوقت باش اني نوجد راسي ولا يعني نجمع بيتي ولا نغسل الكسوه ديالي. عليها غالبا كنرمي الكسوه ديالي. واليوم الله عرفتي ريحه ديال البيت، ريحه الصابون، عامر داكشي والله الا عامر. وزيد عليها كنت مريض لمده سيمانه وانا مريض اصاحبي. ما قدرتش نوض، ما قدرتش ناكل، ما قدرتش ندير حتى شي حاجه. عرفت طيحت 2 كيلو فيها. من بعد ما دازت سيمانه، واليوم بالضبط دازت سيمانه على الاخر مرض ديالي، قررت اني ندخل بواحد الدخله اللي واعره، وغادي ندير لكم على الجيم وغادي نمشيو نترينو الكتيف. ما قبل ما كنمشي نتريني كنكون على الاقل ضربت 2 وجبات ضروري. قبل ما تمشي تريني خص ضروري تكون ضارب 2 وجبات. بينهم الا كنت غتريني مع 6 خص تكون ضارب مثلا الفطور والغداء. كنتي غتمشي تريني مع 7 خص تكون ضارب الفطور والغداء وشي حاجه، فهمتيني؟ يعني على حسب التوقيت، ولكن مينيموم 2 وجبات خص تكون كليتيهم. هذه الا بغيتي تزيد في الفورمه ديالك وتصحاح. انا كناخذ الاي الاسيد اميني، هادو ضروري باش كتبني العضله ديالك. وفاش كنجي مراسل كناخذ كرياتين كنخليه حتى الاخر في النهار ديالي، حيت علاش كنعكز. هو شوف، ما نصحكمش ديروها، نصحكم انكم تاخذوا كرياتين مع الفيقه ولا في العشيه. انا ما غير ما كتجيليش داك المذاق ديال بحال الاخر، فهمتيني؟ ولكن اخر مره حاولت وجبت كرياتين مع المذاق ديال بلو بيري. تخيل معايا كرياتين بلو بيري، نوريه لكم الدراري واعر. عرفتوا درت عليه فيديو اليوم. اللون ديال الكرياتين بدل، ماشي بالضروري خص يكون بيض. يبان لكم اللون ديالو غوصي. من البوستات اللي حطيت لكم ديسيبلين، فهمتيني؟ ضروري خص تكون عندك ديسيبلين باش تمشي بعيد في حياتك. خص تكون ديسيبلين، لا سواء في القرايه، لا سواء في الخدمه ديالك، لا سواء في لاصال، في اي حاجه خص تكون ديسيبليني. توزع تسات. انا دابا غادي نخرج نمشي نتسوق حيت اليوم السبت. المهم الاستعدادات ديالنا باش نمشيو نتسوقوا. عرفتي ديما هنا في الالمان كيجي السبت وكيبداو الناس كيبداو يجريو، فهمتي؟ خصهم يتسوقوا باش ياكلوا، باش يبقاو ما ياكلوا. الا ما تسوقتيش غدا تموت بالجوع. هذا حاجه خايبه في الالمان. الناس هنايا عاشوا في المجاعه، شحال هادي كانت عندهم المجاعه هنا في الالمان. على ذلك كتلقى الناس كيجريو دابا في السبت، فهمتيني؟ كتبلع شتي الا تسد غير المحل غير النهار، الناس كيديروا فوضى وما عندهم ما ياكلوا في الدار. ولكن هما ديما خص يلموا، ما يفتحش شي باكي ديال السباغيتي والا عنده واحد باكي سباغيتي جديده في الدار. هذا هو الالمان، فهمتي؟ الشعب خاري بالرجوله. ولكن حنايا جينا هنا باش نطلعوا الفورمه، باش ناميلياو، فهمتيني؟ نتجهدوا. خديت الكسميتلو الزنك، وخديت فيتامين دي تا هو خصت لي نمشي نشريه من بعد فاش نخرج. واوميغا 3 خديت 2 حتى شكلت البيض. وبلاتي ناخذ عاوتاني شويه السابليمنت وغنوري لكم شنو ناخذ. رجع اللورد العظيم القيصر العظيم. دزت دابا عاد على واحد صاحبتي، شريت معاه واحد كزاتين مشحر، ومن تما جلست نتقدا. نبدا بالسابليمنت. خديت فيتامين دي 3 معاه الكاجوج. اللي كيسولوا علاش الكاجوج، حيت انت في العروق ديالك الا خديتي غير فيتامين دي شي مرات كيوقع لك ترسبات. الكاجوج كيحيد لك الترسبات من العروق ديالك. ضروري لا تاخذ الفيتامين دي خذو مع الدهون وخذ معاه الكاجوج. وانا عاصر هذا ما ندوزوه.
اوميغا غاي اوميغا 3 ما كيدوبش طبيب مزيان القلب الشرايين ديالك. الدورة الدموية كيجد لك الدورة الدموية، كيساعد القلب انه يبقى صحي. وزيد عليها السكر، هذا دانون يوغورت فيه كل 100 غرام فيه 9.2. هذا كنعتبرو من احسن مصادر ديال البروتين واللي غني عن التعريف. جبنا بروتين حليب اللي في كل كرتون ديال الحليب فيه 75 غرام ديال البروتين. خبز والفريت. نستفاد الشيء اللي عندي هنايا نديرو في الثلاجه. غادي ناكل دانون داك ديال البروتين اللي عامل بروتين. غنشرب بروتين ضروري، غادي نشرب بروتين وغادي نمشيو ان شاء الله للجيم. اختي خصنا البومب اصاحبي، خصنا البومب. الا كيعجبكم فيديوهات بحال هكا ندير فيكم نوريكم شنو كنشري، شنو كنتقدا، شنو كندير في النهار ديالي، كيف كندوزو الوقيتات ديالي فلوقات. قولوها لي في الكومنت، غادي نبقى نحط لكم فيديوهات بحال هكا. اليوم اللي غادي نجرب السبليمنت ديال الكافيين. عمرني جربت نضرب الكافيين بوحدو. هذا فيه 200 ملغ الوحده، غادي ناخذ منه حبه ولكن ما ناخذوش دابا حتى نوصل لاصاحي حيت ما عرفتش المفعول ديالو. ما عرفتش واش غادي الا خديتو دابا غادي يبدا المفعول ديالو دابا، بصح غنخليه حتى لاصال ذكاء. والحبيبه الملايين اللي كنصحكم بزاف تاخذوه هو الاي ا. هذا كديروا مع الماء. حاليا دابا راني في لاصال، والغلطه اللي درت ديما كنسى شي حاجه فاش كنبغي ندير فيديو. اللي نسيت هو الاي ا. كان درتو في القرعه ونسيتو، ما جبتوش معايا، ما عرفتش علاش والله صراحه نسيتو في البيرو ديالي. ولكن خديت السابليمنت ديال الكوفيين، وهذه هي الحبه ديال الكوفيين ناخذوها 200 ملغ. كنحس المفعول ديالها تمتم. فاش كتعرف المفعول ديالها تمتم ولا شي سابليمنت فاش كديرو فيلم كيدوب في الفم دغيا، عرفوا مني كيهبط المعده كيدوب تمتم. السابليمنت كديرو في الفم ولكن ما كيتفزكش دغيا. عرفني هاد السابليمنت تقل شي شويه ولك حال حشوها لي في القرعه ديال الماء. هادي خديتها بأورو و50 يعني شي 15 درهم فاك. المهم اليوم غيكون عندنا الكتاف شولدر. النهار ديال الكتاف كنخدم الكتاف ديال القدام 2 مرات ولا 3 على حساب، حيتاش الكتاف ديال القدام راه كتخدمهم مع التشيس. فاش كتفاعل كتخدم حتى الكتاف ديال القدام، يعني ما تحتاج تركز عليهم بزاف، ماكسيموم 2. الوسط اللي بزاف حيتاش الوسط ما عندكش الموفمون اللي كدير هكا قليله، ما كتخدمهاش كاع. كتخدم البوش، كتخدم البول هو الباك ديال الشولدر، كتجبد عندك اوتوماتيكمون كتخدم الباك ديال الشولدر. ولكن الوسط قليل بزاف اللي كتخدم، ما كاينش شي حركه كتخدم هكا داخله في التشيس ولا داخله في شي حاجه بحال هكا. لذلك احنا غادي نخدموا 2 تمارين ديال القدام، منها انكليني بريس شولدر بريس ديال القدام، مورا غادي نخدموا بالخيط ونطلعوا باش نخدموا الكتاف ديال القدام عاوتاني، وغادي نمشيو للوسط. واخر حاجه غادي تكون الكتاف ديال اللور، ونقدروا نخدموا شويه ديال الطرابيز الا شاطين الوقت. هذا الفيديو اول فيديو غادي نهضر فيه بزاف باش ندير لكم تيتوريال. ما كنديرش هاد الفيديو بزاف ولكن على ودكم حيتاش خص تعلموا شي شويه. نزيدك واحد النصيحه، شتي تقل ديما بقى تزيد فيه. البدايه الاولى بحال دابا سخنت 15 ضربت 2 سيريات منها، ولكن السير الاخر غندير فيه 20 في الجموع مع البارا شي 60-70 كيلو. هنايا الحكمه، هنا فين خصك تخدم المخ ديالك. كاين اللي كيتريني ب 15 ولا 10 كيلو كيتريني بها السيريات كاملين. راه شوف 10 كيلو تريني بها 3 سيريات كاين ما احسن. الا كتقدر دير هادي بدا ب 7 كيلو طلع 8 كيلو، من بعد دير 10 كيلو احسن لك من انك تريني بنفس الثقل في الوزن كامل، حيت كتولف العضله على داك الريتم. ما كتقدرش تحدى، ما تعطيش لانتوسيتي العضله ديالك. وهنا ما غاديش تكبر لك العضله اوف كورس، خاصك تزيد لها في الشده. بقى تمشي وتطلع على نفس الثقل وتعطي لها تخدم. سير وطلع، بقى تمشي وتطلع درجه بدرجه.
شوف الزين، شوف البوكوس هنايا غنخدمو الاكسبلور فهمتيني. كتدفع باش كتعطي القوه ديال الكتف ديالك. هنا فاش كطلع الكتف الصحيح كتاخد وزن خفيف فهمتيني. في الحقيقه كنضرب اكثر، ولكن حنايا الهدف ديالنا هو نركز على الموفمون، يعني الموفمون ديالي يكون صحيح و اكسبلوري كتنزل بشويه، كضرب بالجهد كتنزل بشويه. هنا ما كتطلعش غير الكتف وانما كتطلع حتى القوه ديال الكتاف، كيولي كتافك قويين عندهم القوه. واللي ما عارفش راه اللي شاف كتافي في الفيديوهات عندي كتاف القدام ماكسيموم، خصني نركز على الوسط وعلى اللور اكثر. لذلك بغيتي تطلع الكتاف تبع شي واحد اللي عنده الكتاف، ما تبعش شي واحد اللي جالس كيضربيه ولا شي واحد اللي ما عارف حتى شي حاجه في البلاصه، ما عنده لا كتاف لا والو، وجالس كيعطيك في النصائح راه كيخرب معاك. الجيم مخصاتوش فلسفه ولا خص تعطي الفلوس للكوتش تقول له وري ليا، ولا موفمون بسيط ولكن كيطلع حاجه، كيطلع كتاف فهمتوني. وديما بقى مع الحوايج البدائيه، ما تبقاش تفلسف تاخذ بارة تلصق فيها حديده ما عرفتش تلصق فيها ولا تريني هكا فهمتيني. خير تخربيق ولا تكا باش تريني مزيان. الحركه خص تحس بالعضله ديالك مزيان، طلعتي هكا كتحس بالكتاف ديالك، ما كتحسش بصدرك، ما كتحسش بترمتك، ما كتحس برجلك، ما والو، كتحس بالكتف ديالك. الا كنتي غادي تخدم شي ثقل خدمو حتى تفشل اكثر، يا السيري للاخر. درك في السيري للاخر ما تخافش على راسك، وصل اكثر عده تقدر ديرها، واخا ما تقدرش غير طلع بشويه فهمتيني. فاش كتحارب الفشل العضلي، كتحارب العضله، كتخط عليها الضغط اللي كتبغي تخرج وانت كتعطيه، كتقول لا. لما وليت حاكم حسيت براسي وليت عندي الحكمه قال هادشي غيصلح لي هادشي ديال الكوتش، غيجي معايا واعر الصراحه. غندخلو شويه الفلوس من الكوتش، غيجيو لي الكوتش الياس، لا الكوتش الوحش الله يخليك، يقول لي كيفاش تطلع حديد، الكوتش الوحش يقول لي كيفاش تطلع حديد فهمتيني. كلشي نعلمو انا، حتى كيفاش انا كنطلع الدرما نعلمو فهمتيني. قال لي مكيترينيش المشمشه، ولكن اخي العود مشمش مهم الصراحه، ما كديريش المشمشه ما تدخلش عندك حتى الفورمه مزيان فهمتيني. كلشي منفوخ، كلشي لاخا كتجي ترمت كتلقاها صغيره، متقوليش كاي ولا هضره قديمه، هاد القدر ديال جدك. كاين الجديد، الناس قراو وعاو عرفوا منين المركز الجسم ديالك هي المؤخره ديالك. كانت عندك فيها الموسكل مشهده غادي دير التقلبات اللي بغيتي دير في اي حاجه. كانت مشمشتك صغيره ولا ما كترينياش حاجه مع حاجه، انا ماشي زامل خيا، عقليتك موسى، عقليتك قديمه، انت خاص تمشي دير لها ابديت. حتى هي الكتاب القدام غير هذيك كدير ستريتش نتوما، كيكون هنا عندك البومب، كتكون كتحس بشي حاجه متقدرش تطلعها هكا صافي كتحس بالبلاصه تنفخت. هنا فين كتجي الدور انك خاص تمزق، خاص ترجع اليد ديالك اللور باش تمزق العضله. انا كنخدم هادي، تقدر تخدم حتى الدمبل يا اما بحال هكا. فاش كتاخد الدمبل العقل كيهبطك لتحت حتى الجرافيتي كتهبط لتحت، الكابل لا كيرجع للور. يعني فاش كترجع للور كترجع الكتف ديالك للور، وهذاك الكابل مهم. شوف دابا نتلاقلو ديك الفرافه هادي ضروري فهمتيني، كتخدم الوسط ضروري.
نقولها لكم هذه قبل ما يجي شي واحد في الكومنت يقولها لي علاش بالضبط. الاخرى ترينيتها انا واقف، وهذه ترينيتها وانا جالس. هذه اول حاجه سوبر سيت. سوبر سيت كدير فيها 3 دروب، انا درت فيها 2 ديال الدروب. الاولى كتعاون بها برجليك، الاب بادي كيعاونك، الداون بادي كيعاونك، ولكن هذه الاخرى اللي جالس في الكرسي وكتطلع كدير وزن خفيف ولكن كتطلع هكا. وهذه كتكون معزول، كتكون غير الكتاف الوسط اللي خدام. رجلين glutes حتى حاجه ما داخل فيهم حيتاش جالس، كتقدر تخدم غير الشولدر ديالك. عرفتوه على حريق كنحس بيه لدرجة ما نقدرش نهز يدي. احسن تمارين هو التمارين بالدامبلز، احسن حاجه نقدر ننصحك بها ديرها. اذا كنتي مبتدئ حاول انك دير بالماشين، ولكن غير تعلم سير صاحبي، دخل على الحديد، دخل على الدامبلز، خدم بيهم كيطلعوا النيفو صاحبي. والاكثر هي اليسار، كاين اليسار ما يفهموش بزاف ديال لا ماشين وكتلقى فيهم بزاف ديال الدامبل، فهمتوا؟ كتدخل كتعرف شنو كتخدم. دامبل تقدر دير باي تمرين بغيتي، ما تحتاجش الماشينه. كنشوف الماشينه غير المبتدئين ولا اللي باغي يعزل شي عضله. كتولي كنفكر في التمرين اللي غادي نصايبوه دابا، وبالي يا اما غادي نخدمو هكا في الخواتيم ديال التمارين. مثلا كتخدمو بزاف في ديال الظهر، فاش كدير بول ابس اكثريه يعني كتر اللور ما تركزش عليهم بزاف، هما اصلا كيطلعوا بوحدهم. هانتوما كيما شفتوا هادو هما الكتف اللي كنقصدو، هادو هما الكتف الوسط اللي كنا دريناهم، وهادو القدام كيكونوا بطبيعة الحال لاصقين على الصدر. شوف نصيحة ليكم اللي يبان على التجربة ديالي، فاش تاخد الكافيين ولا شي سبليمنت فيه الكافيين حاول انك تاكل، حيتاش داك السبليمنت كيدير لك الجوع. بحال انا خديت الكافيين واحد الحبة فيه 200 ملغ حسيت بالجوع، جوعني داك الشيء. لذلك الكافيين كيعطيك التركيز. بحال دابا راني دابا كنتريني وراه هي 2:30 هانتوما 2:30 ديال الليل، خديت حبه ديال الكافيين فيقتني من النعاس، كان فيا النعاس فيقتني، ولكن دارت ليا الجوع. عرفتي دابا كنحس بالمود ديال الجوع في وسط السيري ديالي. ما كان شي غوبا هكا، شي روز بصدر ديال الدجاج، عرفتي غادي ننزل عليه فاط 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 فاط، ولا شي دجاج محمر مع الفريت تيكاس كنتشا بحال راني صايم. الرجوله فيه الجوع. نمشي ناكل، والله الا باغي نمشي ناكل. كندير لها تتبع، فهمتيني؟ كتربط هكا كتمشي حتى كتوصل لك الكرش ديالك، هكا كنحس بها وصلت الامعاء الدقيقه. ليتس جو.
المهم نهاية الفيديو تسالات. لقيتوني كندير مونتاج دابا، انا كنمونتي في الفيديو، وصلت للاخر وعرفت مني راسي ما درت لكمش النهايه، لذلك قررت اني نصور دابا الفيديو باش نحطو في المونتاج. المهم هذا هو الفيديو. حطيت 8 ديال الكتاف، اللي بثلاثه، اللي قدام والوسط واللور. الا كان عجبكم بحال الفيديو تقولهم لي غنحط لكم على 8 اخرين على الصدر ولا الحصه ديال الضرب. هذه حاولت ما امكن نشرح كاع داكشي اللي خاصكم تعرفوه. التفاصيل ما كاين لاش نشرح لكم شي تفاصيل اللي ما خصكمش تعرفوهم. المهم حاول تجرب ورد عليه في الكومنت باش نعرف كيفاش غادي البروغرام، واش عجبكم ولا ما عجبكمش. بيس عليكم.